بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي. اليوم جبت لكم صلصة الجبن كريمية وبنينة بدون كريمة سائلة، تكون سهلة وتنجح معاكم من أول مرة إن شاء الله. شوفوا القوام كيفاه جا، ناعم وكريمي، تصلح للطاكوس، البرجر، الساندويتشات وحتى مع البطاطا. هنا في طاوة درت كاس ونص تاع الحليب، راح نزيد مغرفة صغيرة تكون مملوءة فارينة، مغرفة صغيرة مملوءة مايزينا، نخلط بارد في بارد، وراح نحط الخليط على نار متوسطة ونبقى نحرك حتى تبدأ تعقد. هنا كي تعقد لي شوية راح نضيف ملعقة صغيرة من الزبدة أو المارغرين. هنا الخليط تاعي مازال معقدش مليح، ونزيد كمية من الجبن. هنا عندي جبن مبشور، قد ما تكثروا الجبن قد ما راح تجي بنينة. هنا استعملت نوعين من الجبن، استعملت شيدر وجبن نابولي. تستعملوا أي جبن يكون متوفر عندكم ولا أي جبن تحبوه. راح نزيد شريحة من جبن تشيزي، تقدروا تستغنوا عليها. كذلك راح نزيد 2 مغارف كبار من الجبن الطري. كما قلت لكم الجبن اختياري، تحبوا تكثروا تحبوا تقلوا، تستعملوا أي نوع جبن عندكم. هنا راح نخلط مليح، بعد ما تغلي راح نحيها من النار ونخليها تبرد. نشوفوا كيف جات، راح نحيها من النار. ضفت لها قليل من الملح وشوية من الكركم ولا الزعفران، يعني للون فقط. هنا راهي مازالت سخونة، راح نفرغها في إناء ونخليها تبرد. وهذه هي النتيجة النهائية. شوفوا صلصة جبن كريمية، والأهم إنه ما فيهاش كريمة سائلة. تقدروا ديروها بأي نوع جبن يكون عندكم في الدار. إذا عجبتكم الوصفة ما تنسوش لايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. وإلى الملتقى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.